SYM NHX 180 سي سي. زي ما انتم شايفين الاضاءه الاماميه في الكامل LED معموله بخامات كويسه جدا، لينسين، لينس فوق ولينس تحت. هنا اعتقد هيبقى اوضح. نورت لكم الاضاءه، بصوا الاضاءه بجد الجوده عاليه قوي زي ما اتعودنا من SYM. شكل العداد في الكامل ديجيتال بشكل كده كويس، على السعر بتاعه مناسب اعتقد جدا جدا. عداد بيبين لك كل حاجة، الكيلومترات، الRPM، الساعة، البطارية، البنزين، كل حاجة قدامك في شاشة صغيرة. المقابض او الكتل زي ما انتم شايفين العادية جدا، القلاب، النور العالي والواطي، الاشارات، عندك الزرار بتاع الكلاكس. الناحية التانية زرار فصل المارش، نور التابلو، النور الواطي، عندك زرار المارش. الفردة الأمامية 110/70/17، جنط معمول بدقة باللون الأحمر، حلو قوي. أما بالنسبة للمحرك، المحرك هنا بيديك 13.5 هورس باور، الموتور 180 سي سي، انجكشن تبريد مية زي ما انتم شايفين. عارف بقى ايه العيب في علبة البايك المية ده؟ قدامنا. جوه فين التانك؟ اللي هو امسك ده ايه كده، بس كده؟ امسك ده امسك ده. احنا يا جماعه بنتكلم من القربة تحت. هو هبت بصراحه، لا جامده، وعاملين هنا شاسيه عليها فتمام. كده جول 5. SYM NHX. بلال مش عايز يصور وانا حطيته قدام امر واقع، مش دعوه. ايه رايك في البايك ده؟ لا بتكلم بجد والله. ما هو ماشي SYM، بس ما تقوليش ان ده ال NH. لا، ده التاني حاجه وده حاجه اكنس، وما اعتقدش ان يركب له بوكسات. من ايوه الاخر ايوه، صحيت معايا انت كده. اليو 1 بتاعت اس ام. بس كده بص صح. العداد، هو هو بتاع الزومز، نفس العداد بالظبط، نفس الفتحه بنفس الشكل بنفس اللمبات بنفس كل حاجه، هي اليو 1 بتاعت زومز من الاخر. بس انا دي على اليو 1 فكره بتاعت انا اس ام. بس الخامات حلوه. هو حلو. يعني الخامات بصراحه انا شايفها حلوه. الاضاءه بصوا هم قاسمينها كده، يقلب لي نور ده، وتبريد ميه وريداتير كويس يعني. بصوا الريداتير. لا يلا انا بدور على سعر حاجه، يلا. ايه ايه ده؟ في مروحه، مروحه بروسيسور. طلع لك مروحه. بس انا اكتر حاجه مضايقاني في حاجه، اقول لك حاجه بقى، ان الزيت هنا 100 لتر لتر 300. لا ده لتر 300 في اول غيار، بعد كده واحد 200، فاللي هو لازم اشتري اتنين. يعني ايه ده؟ ايه الشغله دي؟ اما انت هتشتري اتنين، كل تغييره بقى تاخد من نفس الازازه ما التانيه، بس انا مش التبطين عايز اقول لكم كويس تمام. معرفش، حاسس ان هو كموتوسيكل، موتوسيكل عملي اكتر في القعده بتاعته. مقبض الخلفي بتاع الراكب الخلفي، الاضاءات في الكامل LED. يعني بصوا هنا يا جدعان المايه الخضراء، ده اللو وده الهاي. الاضاءه الخلفيه LED في الكامل، سواء اشارات يمين شمال او النور الخلفي. وده كده الشكل بالكامل، الجهه الخلفيه وشكل البراكت او الطرابه الخلفيه شكله كويس جدا من الخلف. التانك هنا بيجي 11.5 لتر، اعتقد ان هو كويس على 180 سي سي. وكمان عامل لك شكل مضلع كده مكربن، عاطي شكل جمالي قوي للموتوسيكل. وكمان عامل لك USB مودم في حتة كويسة جدا ومعزولة في النص، ودي حاجة كويس. كده شكل المحرك من الجهة الأخرى زي ما انتم شايفين، معمول أو محاوط بشاسيه بشكل احترافي جدا جدا. يعني دي حاجة كويسة. وكمان ماشي اللون الأحمر بتاع الشاسيه مع لون الكاوتش. هنا ده مستر بلال. شكل الكتينة بالمقص، عايز اقول لكم هم خادمين الجودة بجد. المساعد مساعد واحد رياضي مايل شوية، وده بيكون حاجة كويسة عشان بيساعد في الاتزان في المناورات وانت ماشي على الطريق. الاكزوست هنا واحد فتحة طويل، معمول بلونين زي ما انتم شايفين، الكفر باللون الفضي والاكزوست باللون الاسود. الفرامل ورا زي ما انتم شايفين، جهاز الفرامل بالاسطوانة.
الفردة الخلفية 130/70/17. الطرابة الخلفية بالمكان اللي بتعلق عليه النمر. ده كده شكل الجنب زي ما انتم شايفين مكتوب NH 180. شكل الفبر بالمسترك اللي عليه شيك جدا ما شاء الله، هو NHX، ده الفيرجن الجديد، وفي فتحات للتهوية كده. التبطين انا شايفه ان هو عملي جدا، حاسس ان هو الموتوسيكل بتاع شغل اكتر، لان المساحه الخلفيه للراكب الخلفي او ليك مساحه مقبوله جدا. الكرسي نازل كده، هو مش منفصل بس نازل كده من الزاويه من النص، بس المساحه كويسه، وكمان التبطين بتاعه كويس جدا. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوريكم كده بايدي، اعتقد ان هي واضحه. هنا بلال حب يقلدني، فزي ما انتم شايفين راح مقرر ان هو يركب. بلال طوله يعني اكتر مني، انا 175، بلال معدي 180، فاعتقد ان طوله هنا كويس على الموتوسيكل. احنا كنا بنحاول نشوف الطول هيبقى مناسب ولا لا. بصوا ظهره مفرود، ولا هو طالع قدام ولا راجع لورا، قاعد قاعدة مستريحة، ولو حد ركب وراه ينفع ان يركب وراه باريحية جدا. ورجله بالزاوية بحرف الزد كده، تمام. الشكل كده من فوق عايز اقول لكم هو شكله شيك قوي، يعني انا حاسه ان هو للخروج وكده شكله في منتهى الشياكه والجمال. شكل الريداتير بقى زي ما انتم شايفين، غطا الريداتير بجد كبير قوي، بس زي ما اتفقنا ما تغيرش ميه من الريداتير، هتغير من القربه اللي هي موجوده تحت في الجزء السفلي اللي هي قدامكم دي. الشرطه اللي تحت لو، الشرطه اللي فوق يعني هاي، المفروض تبقى على الشرطه اللي فوق. وكمان البايك مزود بمروحة عشان تقلل من حرارة البايك، ودي حاجة طبعا كويسة ان هو يبقى تبريد مية، وكمان مركب لك مروحة. حاولت اجيبها لكم على قد ما اقدر، بس هي جوه قوي في ظهر الريداتير، فما كنتش عارف ازاي اوصل لها، بس حاولت برضو على قد ما اقدر ان انا اصورها لكم. زي ما انتم شايفين العلامات اللي على الموتور دي معناها ان البايك ده تقفيل الشركه، وانا قبل كده قلت لكم لو انا هشتري بايك اخده تقفيل معرض ولا تقفيل شركه، يفضل ان هو يكون تقفيل شركه عشان بيعدي على خط سير انتاج كامل. هنا بقى غيار الزيت، زي ما انتم شايفين البايك بياخد 1 و200. عصاية الغيارات، البايك 6 غيارات، اول تحت، ال5 التانيين لفوق. انا عملت غلطه، دورت ورحت عاطي اكسلريت، فحسين بيقول لي انجكشن، فعنده حق. بتسمعوا صوت الترومبا اصلا اول ما تفتحه، فنصيحه استنى لما صوت الترومبا تقف بعد كده دور. بصوا ده صوت الاكزوست، هنسمعوه بقى. ها المفتاح بيجيلك نسختين، نسخة عادية جدا، وهنا عامل لك USB مودم، حاجة كويسة جدا في مكان مميز. حاولت بقى ان انا كمان اقعد على البايك، انا طولي 175، ان انا اوريكم هيبقى الشكل عامل ازاي. رجلي كده حرف زي متنية. عايز اقول لكم القعدة كويسة جدا. انا حاسس ان الموتوسيكل ده موتوسيكل للشغل. ممكن ناس تتفق، ممكن ناس تختلف، لولا اختلاف الاذواق لفسدت السلع. وبكده وصلنا لنهاية الريفيو، اتمنى يكون الريفيو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ولو اي حد عنده اي استفسار يحط ايه تحت في الديسكريبشن. واحنا هنا في معرض اي رايت، هسيب لكم اللينك وارقام التليفونات تحت. اشوفكم ان شاء الله الريفيو الجاي. سلام.